توجيهات سياده الرئيس. خلينا زي ما حضرتك اشرت في البدايه، انا بهنيك الاول على البرنامج ووجودنا معاك يعني. زي ما حضرتك كده اشرت، في توجيهين وكان اساسيين عند تشكيل الحكومه او التعديل الوزاري الاخير. وجه السيد الرئيس الحكومه بضروره اخراج قانون المجالس المحليه. ويمكن في الخطاب الاخير واللقاء الاخير وافتتاح السيد الرئيس للمقر برضه نفس القصه. بس خلينا نقول واحنا بنتحدث عن المجالس المحليه، لان في جزء كبير من الناس والمهتمين بشان المجالس المحليه بيتناسوا شيء مهم، ان قانون الاداره المحليه المواد المنظمه لمجالس المحليه فيه لا تتعدى ربع هذه المواد. بمعنى احنا عندنا جناح تاني مهم بيمثل المنظومه ككل، اللي هو تنظيم الاداره المحليه. نعم. اللي هو الجهاز التنفيذي بقى، اللي هو بيمارس المجالس المحليه بتمارس عملها عليه، او الوظيفه المشتركه، الرقابه مثلا، او الرقابه او المتابعه او المشاركه مع الجهاز التنفيذي. وهو ده الاهم في المساله على فكره يعني. الجهاز التنفيذي؟ الجهاز التنفيذي وتنظيم عمل الجهاز التنفيذي، لان هو ده الجهاز الفاعل على الارض. انا كمجالس محليه وانا مشارك. الاثنين اهم من بعض بالتاكيد. ما هو طول ما هو في عمل بدون رقابه وبدون متابعه هيبقى في سلبيات. ولكن العمل بالمتابعه والمشاركه النتائج ايجابيه فيه. المره دي انا شايف جديه، وشايف جديه كبيره جدا من الحكومه في مشروع قانون موجوده داخل مجلس النواب حاليا، وفي اهتمام من الاحزاب السياسيه، في اهتمام من الشارع، وده مهم جدا ان الشارع ضاغط جدا علينا برضو كمهتمين بهذا الشأن. واحنا امام اكتر من مشروع قانون حتى مقدم من النواب داخل الان مجلس النواب. ويمكن حسنا فعل مجلس النواب انه شكل لجنه فرعيه عشان تناقش المساله. كويس. بس خلينا برضو واحنا في المساله بنتحدث في هذا نتذكر جيدا احنا بنناقش قانون شامل ينظم عمل المجالس الشعبيه وانتخابات المجالس الشعبيه، وفي نفس الوقت بينظم عمل الجهاز التنفيذي والاداره المحليه اللي بتعين